أسامة مرحبا بيك يا سيدي عايشك. نحكيو على الحليب المفقود، شنو رأيك انت؟ والله ايش باش نقول لك، ما احنا الحليب موجود راهو مش موجود. هما عندنا اللهفه شويه، اللهفه معناها كان ياخذ زوج ولا ياخذ في سته، يجيب معاه مرته وولاده وكل شيء، كل حد زوج بكوات انت هذيك ثم لهفه. فهمت انا ايش باش نقول لك، اما كان كل واحد ياخذ زوج بكوات ولا حاجه يمشي على روحه سوا. العائله كيف يستهلك انت ستيكه ومن غدوه ستيكه ومن غدوه ستيكه، اما موجود الحليب راهو. انت تلقى الحليب بسهوله؟ والله انا نمشي لذيك الجرون ماغازان ناخذ حليب، مش ديما ساعه ناخذ ولاد بنتي. فهمت انا هذاك هو. فهمت انا ماما ديما انا واحد من الناس نشرب كان حليب الصباح، قهوتي حليب انا. فهمت انا ما نقولش نقص، موجود الحليب موجود. ما عندنا اللهفه هي اللي قضت علينا. برشا يتشكيو من فقدان، قالوا ماهوش موجود الحليب. فقدوا ما عاد يعطوا فيه بالوجوه عاد. تو كيما نقولوا عند العطار مثلا ولا حاجه كان تقضي من عنده يعطيك، ما تقضيش من عنده ديما ما عندوش ويعطيك باكو. فهمتوا انا كان لا ما يشرطش عليك باش تاخذ معاه حاجه. لا ما تماش شروط. لا الحق لا ما تماش. انا عندي بحذايا عطاره مثلا ما يجيهمش ديما، هو يجيهم مره في الجمعه يفرقوا له مره في الجمعه مثلا ساعات نخرج. الحليب مطلوب ولازم كل يوم، علاش مره في الجمعه يفرقوا لها من الحليب؟ هذيك عاد امور نتاع تبع التجاره. فهمت انا ما شو اصحاب المؤسسات اللي يصنعوا في الحليب والياغورت، انا نقعد بها ساعه. الياغورت موجود، القوطه موجود، الزبده مثلا موجوده، زاد الزبده ساعات تلقاها وساعات ما تلقاهاش. معناها البن موجود. ايه منين عاد وين تقول لي الحليب ما تماش عاد؟ كل شيء موجود الا الحليب، السبب؟ والله تو اخذ لي السكر مش موجود، التاي الاخضر مش موجود، القهوه موجوده ولا تو باقي يغبرك. اسمع نمشوا ديما مع الوضع البلاد. فهمت لا؟ وهذيك هي الدنيا، هذيك هي الحياه، هذيك هي. احنا قبل نحكي لك بون انا عمري 75 سنه، معناها 75 سنه راهو. فهمت انا؟ فهمت بيك سيدي عايشك. كان قبل مثلا موجود، حتى يبدا يناقص الحليب يجيبوا من برا، يجيبوا من فرنسا، من بلجيكا، من ايطاليا مثلا موجود. ما تماش هذا نقص حليب. ما اسمع شنو الاسباب اللي تفسر فقدان الحليب في المده هذه بالذات؟ فقدان تو مو الفلاح يتشكى بعد. الفلاحه من نقص مثلا الابقار نتاعهم مثلا واللي يبيعوا فيها الاخوان بحدانا الجزائريين مثلا، والعلفه مثلا يتشكاو من علفه. يا ودي اسمع وفر لي الحليب وزيد فيه. السنوات الفارطه وصلوا فلاحه يطيشوا الحليب في الشارع. موجوده عمنون صحيح، عمنون يبزعوا فيه خاطر اصحاب المؤسسات المعامل مثلا ما يقبلوش عليهم، عندهم ستوك ويبزعوا فيه ريه. فهمت الفلاحه نعمه ربي، هذيك نعمه من عند ربي. مو حتى اسمع تم ربي راهو والله تم ربي نعمه من عند ربي مثلا. وهما الفلاحه هذاك ذنبهم مادام يحلف البقر ايه وما تقبلش عليه ايش باش يعمل له هو؟ ايش باش يعمل؟ وين باش يحطه؟ هما المؤسسات اللي يصنعوا في الحليب فهمت لا، هذوك هم ديما يرقدوا مثلا ويخلوا ديما ستوك موجود. فهمت لا؟ هما اسمع في الحوم العربي ديما الحليب ما ثماش. فهمت لا؟ اما كي تدور مثلا في الجرون ماغازان تمشي الصباح تلقى حليب. المواطن اللي ما ينجمش يمشي للجرون ماغازان للاماكن بعيده ما عندوش ترونسبور. اتفق معاك مثلا لا ترونسبور ما عندوش كهرباء مثلا ولا مسكين يمشي للعطار اللي بحداه ولا حاجه ولا ما يلقاش مثلا سي نورمال مثلا. وهم توا حتى يفرقوه مثلا يفرقوا مش ديما وكان كل يوم يفرقوا تلقى كل يوم هم مره في الجمعه ولا مرتين في الجمعه انت كاين يعطيه بالحساب معناك 10 ستيكات ولا جاي يفرقها على الكريونات نتاعو هو. من نقيض لنقيض، حليب متوفر السنه الفارطه، سنه مش موجود لا حليب. ما تراش حاجه غريبه شويه؟ انا نقول لك غريبه ثم ربي، خاطر النعمه هذيك تتبزع، هذيك تحسب عليها نعمه من عند ربي اعطاها لنا. هذاك علاش ها؟ والله اسباب قلت لك عاد الفلاحه شنو الاسباب الفلاح؟
الفلاح متلا اعطيه رخص له في العلفه وصيبه، وزيدوا شويه في الحليب، وزيد الوكاله متلا شويه، فهمت 100 ولا 200 فرنك متلا في الحليب. يا خويا زيدني ووفر لي. انا هيك كل واحد كيفاش يعيش في الحياه هذه، فهمت لا. والوقت صعب ياسر، صعب ياسر ياسر ياسر. انا نقول نبدا اللي عنده اولاد صغار هذاك نبدا كحد عنده 3 اولاد و4 اولاد مثلا، فهمت انا مش نقول لك، فهمت انا. لا فرق بعيد ياسر عاد، ما تحكيليش عاد. انا عشت مع بورقيبه، عشت مع بورقيبه وعشت مع بن علي، فهمت فرق بعيد ياسر. لا عاد سامحني، اسمع البلاد خربت من 2011 ويجي لتوا. لا توا الله يرحم والدي هذا قيس سعيد، الله يرحم والدي، فهمت علاش؟ فهمت لا يحسن، اما مش فيسع فيسع راه تم عصاف العجله، فهمت انا. ثم ناس فهمت انا يعملوا لنا عصاف العجله، فهمت انا. اما هو عامل مجهود ويخدم ليل ونهار هذاك، والله ليل ونهار، فهمت انا يخدم. ترى انه البلاد تنجم ترجع تتصلح؟ لا تتصلح البلاد، لا تتصلح بولادها، بولادها، مش بيجينا واحد من برا باش يصلحها، لا ولادها. يلزم الخدمه، العمل، فهمت انا. العمل الناس الكل تخدم، فهمت لا، وتعاونوا بعضها، فهمت لا. كتوانسه احنا كنا نعاونوا بعضنا، فهمت لا. هذاك هو كل واحد وفكره كيفاش. نقول لهم الأعمال اللي خدموا على أرواحكم وحافظوا على بلادكم. المعيشة غالية، ما العالم كله غالي راهو، العالم كله المعيشة غالية. احنا الزوالي متاكين ربي معاه. ثم اللي يفطر ما يتعشاش راهو، تعرف ولا ما يعلم به كان ربي هذاك، فهمت. وانت ما تعرفوش وانا ما نعرفوش، فهمت انا. لا هذاك هي غلاء المعيشة، التوانسة يلزموا يخدموا على رواحهم. غلاء المعيشة ومواد غذائية مفقودة، والتونسي كيفاش باش يعيش؟ ولدي كيفاش باش يعيش باللي موجود اللي عنده، الموجود هو اللي يعيش به، ما شنو كيفاش. يا اخي لازم تاخذ كما نقولوا اللحم ولا تاخذ الحوت ولا كل شيء، هذا ما عادش قلت عليه حتى حد، الزوالي ما عادش قلت عليه، فهمت. لا اللحم تو باش يوصل 50,000. الزيت مثلا، الزيت اللي بلاد الزيت هذايا اخذ قداه 30,000 27,000 ولا حتى 30,000 لتر زيت زيتونه اللي كان بلادنا، هذه بلادنا. ما احنا خيرنا لغيرنا، فهمت لا. قبل الزيت تعرف في الخمسينات، انا خلطت الخمسينات الليتر زيت ب 150 فرنك زيت زيتونه. حتى السنوات الفارطه ما كانش غالي برشا كمان. ما كانش غالي، لا ما كانش غالي. علاش الزيت غلى مره واحده؟ الله اعلم. تم قله الامطار شويه، الامطار ما تماش، لا تو عندنا قدام العام ناقص المطر، والزيتون اعطيه الماء ماله. تو كعب الزيتونه حتى تولد الزيتونه شايحه، كعب الزيتونه، فهمت. قليل تو جاب ربي الشمال فيه شويه ماء باقي ابرك شويه، اما الجنوب والوسط شايح. أنا الحمد لله الأيامات هذه، الحمد لله يا ربي، الحمد لله. أما ثيتوتال شهر الصبا جاي، عام جاي، وبحول الله تونس لاباس عليها راهو، بحول الله. هما نعيشوا مع الوقت، هذاك هو الوقت نتاعنا. يلزمك تعرف كيفاش تعيش مع البلاد.